المسلمين من حقين الإعجاز العلمي يقول لك إيه نعم هو موجود في القرآن. هذا النموذج موجود في القرآن اللي هو الانفجار الكبير، أو يسمونه بيج بانج، أو إحنا نسميه الانفجار العبيط، موجود في القرآن. طيب وين في أي آية موجود؟ يقول لك في الآية: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب الآن يقول لك ففتقناهما، هذه دلالة على أن يعني الكلمة معناها أنها تدل على الانفجار الكبير. طيب خلونا نتساءل أكثر. الآية صريحة واضحة: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض. إذن السماوات بصيغة الجمع والأرض بصيغة المفرد كانتا رتقا. إذن في الأصل هي موجودة، السماوات والأرض كانتا رتقا يعني هي موجودة. بعدين قال الله سبحانه وتعالى ففتقناهما. طيب الآن العلم يقول إن ففتقناهما هو الانفجار الكبير. الآن لاحظ في الآية أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أصلا في الأصل موجودة، بعدين الله سبحانه وتعالى قال ففتقناهما. الآن لو رجعنا للانفجار الكبير العكس: أولا حدث الانفجار، بعدها جاءت الأرض وجاءت السماوات وجاءت الكواكب. إذن الآن هل ففتقناهما تدل على أنه الانفجار الكبير؟ أكيد لا. ليش؟ لأنه في الآية واضحة أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا موجودة في الأصل، كانتا شيئا واحدا، كانتا ملتصقتين، كانت موجودة، بعدين الله سبحانه وتعالى ففتقهم. لكن العلم يقول لك العكس يقول لك أول صار الفتق اللي هو الانفجار وبعدها صار هذا الشيء. إذا الآن أول نقطة حنا هدمناها. إذا اللي قالوا فتقناهما انه هذا هو الانفجار الكبير، اذا هم خلينا نقول عنهم منهم من اجتهد عشان يبقى يوصل لنا فكره انه هذا العلم اكتشف، وفي منهم من تقول على الله بان الله سبب انفجارا كبيرا وخلق هذا على قولتهم يسمونه الكون بهذه الطريقه. هذول شله الاعجاز العلمي اللي احنا دائما حتى ان شيوخنا حذروا منهم لانهم يفسرون القران بالعلم.